جالي سؤال، ايه رأيك في تويوتا كرولا؟ بمنتهى الأمانة وبكل أمانة هقول المزايا والعيوب. نبدأ بالمزايا. العربية صاحبة موتور معمر جدا وتكييف ممتاز، صيانتها مش صعبة بس مع الوقت بقت محتاجة حد بيفهم كويس خاصة في الكهرباء. تصميمها الخارجي معقول وحديث وإن كانت في الآخر مسألة أذواق. وسائل الأمان فيها معقولة وإن كانت مش أحسن حاجة، وفي اختبارات التصادم أدائها متواضع، يعني تعتبر أحسن الوحشين. إعادة بيع صاروخ، هتبيعها وانت نايم في سريرك، حتى لو قلبتها 3 مرات تقدر تبيعها على انها فابريكا عادي. دي كل المزايا. تعالوا بقى نخش على عيوب. السعر ما بقاش معقول زي زمان، قطع الغيار والصيانات بقت غالية، واللي لسه عايش في الثمانينات وفاكر انها رخيصة هقول له صباح الفل. ثبات على قدها قوي، واطية وهتحك في اي مطب عالي حتى لو انت مش محمل العربية شنط او ركاب. الخامات الداخلية بلاستيكية ب3 جنيه. اليابانيين بالذات جماعة تويوتا بخلة جدا، وعارف انه بيبيع كده كده على حس الاعتمادية والرخص والكلام ده. بس كده وسلامتكم.